تشيكن رول، طبق مميز وجميل جدا على سفرتك، ينفعك في العزومات وكل اللي هيدوقه هينبهر بيه وبطعمه وبجماله. شايفين الجمال؟ زي ما انتوا شايفين بقى كده حاجة اللهم بارك. طبعا بقى التشيكن رول انا عاملاه على القناة، بس يعني من حوالي 3 سنين تقريبا. والناس بقى اللي دقته جديد حابة تعرف الطريقة. تمام، فقلنا بقى نوريهم الطريقة بتاعتنا. اللهم بارك. معايا هنا فرخة غسلاها كويس بالدقيق والملح والليمون. تمام، وسبتها تتصفى كده. اهم حاجة الفرخة يكون الجلد بتاعها سليم، علشان طبعا الجلد ده هو اللي هيبقى ايه، الكفر الخارجي اللي هنحشي بيه الرول. تمام، وزن الفرخة بيكون من 2 وربع ل2 ونص، يعني بنحتاجين فرخة كبيرة عشان نقدر نطلع منها الرول، ويكون حجم الرول كبير مش صغير. كل ما الفرخة تكون كبيرة كل ما ايه الرول بتاعنا هيطلع اكبر، وما شاء الله هيكون هيقطع كتير يعني. تمام، بخلي بقى الفرخة كده بالشكل ده. اهم حاجة احنا هنستخدم المقص والسكينة تكون مسنونة، وانا هستخدم في الخلي المقص يعني بيكون اسهل لي. تمام، باخد كده الوركين بقسم الفرخة بالنص، وزي ما قلتلك بنحافظ على الجلد. قطعت الوركين كده سلام زي ما هما، مش بنفصلهم عن بعض. تمام، وباخد بقى كده الرقبة بالسلسلة بتاعة الظهر كده بالشكل ده. تمام، وبفصل بقى هنا كده العضماية اللي في النص. انا هخلي معاكم الصدر الاول. طريقة خلي سهلة وبسيطة بس بالراحة، علشان طبعا هتكوني اول مرة تخليها. لو انتي اول مرة تخلي فراخ يعني ومش ولسه يعني بتجربي. تمام، بالراحة. لكن بقى لو متعودة ان انتي بتخلي فراخ في البيت فهيكون سهل معاكي جدا. بناخد كده الحتة اللي عند الصدر كده بالعضماية بتاعتها وبنفصلها عادي. شوفي انا بتعامل بايديا الاول، والحاجة اللي بلاقيها صعبة معايا بستخدم المقص، وبساعد برضو بالسكينة. بسحب كده، شايفين الحتة اللي هي فيها القرقوشة دي كده، بروح بقى سحباها وشايلاها، وباجي من عند العضماية بتاعة الجناح وبفصلها برضو كده بالشكل ده بالمقص. بفصل بقى الجناح ده وبنستخدمه بقى، بنجمعه في اكياس كده، ويبقى اعمليه كده في اكلة مرة تانية. الاجنحة يعني بتجمعي كذا جناح وبتبقى تستخدميه في مرة تانية. وطبعا العظم اللي بيطلع منا ده حابة بقى تاخديه تسلقيه وتعملي منه شوربة. تمام، مش حابة خلاص نزليه بقى للحيوانات في الشارع، الكلاب والقطط. يعني انا بصراحة بنزله للكلاب والقطط ياخدوا ثواب، ان انا عندي شوربة كتيرة فمش محتاجة العظم في حاجة، بس هشيل بس الاجنحة بس. تمام، بفصل هنا بقى كده من عند الجناح بالشكل ده. وهنا بيكون في عضماية كده بخرجها برضو كده. تمام، ادي الصدر بتاع الفرخة اتخلى معايا كده بالشكل ده. هنا بقى طبعا الحتة اللي هي عند الرقبة دي بيكون فاضية، ما فيهاش لحم. تمام، باخد بقى الحتت اللي هي الموزة دي كده وبركنها على جنب، طبعا هتتفرم. وبروح واخدة بقى كده شرايح من شرايح الصدر كده زي البانيه، وبروح واخداها كده واحطها في المكان الفاضي بتاع الجلد، بحيث بقى ايه، شايفين. وهنا كمان باخد من الزيادات بتاع الصدر طبعا، لان هو ما شاء الله طبعا بيكون مليان، فبحاول بقى ان انا اسويها كده وتبقى كلها سوا واحد، واشرحها كده بالسكينة وبس كده. اخد بقى اكياس كده، واجيب المدق بتاعي واروح دق على الصدر بتاع الفراخ كده بالشكل ده، عشان يكون متساوي وكله ايه حتة واحدة يعني.
تمام، دقيته كده بالشكل ده. هلمه بقى علشان اخلي الوركين. باخد الورك بالشكل ده، شايفين اهو. بقول لكم هنا لازم الجلد يكون سليم. بحاول بقى ان انا افصل كده من عند الدبوس في العضمايه كده بالشكل ده، بفصلها وبالراحه خالص بخليه من عند العضمايه كده بالشكل ده. سهله جدا. باخد بالمقص كده وبالراحه، وبجيب الحته بتاعه القرقوشه دي كده واروح فصلاها بالراحه واقطع كده. خلاص ادي كده الجنب ده اتخلى معايا. باجي بقى من عند الحته العارضه دي كده اهو بالراحه بقى هنا الحته دي، لان الحته دي بتكون خفيفه جدا وممكن تتقطع معاكي، فبالراحه خالص باخد بالمقص، وبعد كده بساعد نفسي بالسكينه. تخليها كده بالراحه. السكينه اهم حاجه تكون مسنونه علشان نقدر ان احنا نخلي كده ونحافظ على الجلد ان هو ما يتقطعش، وفي نفس الوقت ما نهدرش برضو في اللحم بتاع الفراخ. يعني بحاول ان انا اخد كل قطعة لحم في الفراخ ما هدرش فيها، يعني ما خليش. انت شايفة العظم ما شاء الله يعني طالع من غير لحم. يعني بحاول ان انا ايه، اسلك كده اللحم الاول من على العظم وبعد كده بروح فاصله. تمام بالشكل ده. طبعا بقى اللي طالب الفيديو ده حبايبي وغاليين عليا، فقلت بقى اعمل لهم الفيديو مخصوص عشان طبعا يكون سهل بقى قدامهم كده وبسيط، وتقدر تعمليه في البيت. انا هنا طبعا بطلع اوردرات وبشتغل بيه، فطبعا اللي مش هيقدر ياخد مني التشيكن رول ممكن بقى تشوفي الطريقة وتعمليه وان شاء الله يعجبك. شايفين بقى دقيت برضو الورك كده بالشكل ده، والحتت الفاضية حطيت منها بقى ايه، شرايح من شرايح اللي انا خدتها في الاول. بحط برضو ال الشرايح في الاماكن الفاضية اللي في الورك. هتبل بقى الرول بتاعي. كل قطعة بحط لها ليمونة، او كل رول بحط له ليمون، عصير ليمون بالشكل ده. وهتبله بالفلفل الاسود والسبع بهارات والملح. تمام. معايا هنا بصلتين وجزرتين هفرمهم بقى هفرم البصل في المفرمة، بصلتين متوسطين. تمام. ومعايا جزرتين هبشرهم. ممكن بدل الجزر المبشور بتستخدمي للحشوة بسلة وجزر. ممكن نستخدم اللهم صل على سيدنا محمد زيتون مخلي. هنا ده 750 جرام من البانيه الشرايح. انا هعمل بقى 3 رول، يعني انا خليت 2 وفي كمان واحد خلياه، فهعمل 3 طبعا علشان الشغل وكده. فطبعا انت هتخلي الفرخة هتعملي بيها 2. هنستخدم بقى قد ايه بانيه. بتجيبي نص كيلو بانيه لوحده، يعني انت بتشتري الفرخة وبتشتري معاها نص كيلو بانيه. وفرمت البصلايه بقى كده بالشكل ده، وهعصر ميه البصل هاخدها عشان اتبل بيها برضو الرول. وبحط البصل اللي هو التفل على الجزر كده عشان الحشوه بتاعتنا. هاخد البانيه هفرمه، والميه البصل دي اللي هنتبل بيها بقى. تمام. هنفرم بقى البانيه كده فرم ناعم. اي عروق بقى ولا حاجه في البانيه المفروم بنشيله اهو. هاخد ميه البصل بقى كده واحط في البوله بقى الجزر والبصل والفراخ المفرومه او البانيه المفروم.
لكل قطعة من الرول بنستخدم ربع كيلو من البانيه، 250 جرام من البانيه. تمام. تبلت بقى بصل بتاع ده، اللهم صل على سيدنا محمد، السبع بهارات وملح وفلفل اسود برضو، يعني نفس التتبيله اللي تبلت بيها الشرايح الرول. تمام. عجنتهم بقى كده بالشكل ده، وطبعا عندي ميزان، خليت القطعه اللي هتتحشي بيها كل وزن واحد. يعني الحشوه كانت 100 كانت كيلو، طلعت كيلو بقى بعد ما تبلتها كده، كيلو و200 جرام. قسمتهم بقى على 3 علشان طبعا كل حاجة يبقى الوزن متساوي. تمام. هتبل بقى كده بمية البصل، واجيب قطعة الحشوة اللي هي الفراخ المفرومة بالجزر او بسلة وجزر، على حسب بقى ما بتحبي يعني. هفتح كده الحتة اللي عند الورك ده بالشكل ده عشان اعرف ان انا ايه الفها. شايفين بقى كده بتتلف كده الرول بتاعنا بالشكل ده. لفيناه. هنعمل القطعة التانية. هنا طبعا انتوا عارفين ان احنا خلينا الفرخة على رولين، انا كان عندي صدر فعملت رول تالت عشان محدش يقول ان الفرخة طلعت ازاي 3، هي الفرخة بتعمل 2 بس. تمام. لفيتهم بقى كلهم كده بالشكل ده، واجيب بكرة الاسترتش بتاعتي، تمام، واقطع بقى كده والف الرول بتاعي. سيب مسافة من الجنب ده ومسافة من الجنب ده عشان هتربطيها. تمام. ناخد للرول التاني ونقطع. تمام. بنمسح مكاننا بقى اول باول عشان تقدري بس تشتغلي والمكان يبقى نظيف. وبنربط بقى الرول بتاعنا كده بالشكل ده. هنجيب ورق الفويل بعد ما لفيناه بالاسترتش، هنلفه بقى ايه بورق الفويل. نحط الرول بتاعنا كده بالشكل ده وبنروح لفينه، وبتلفي جامد. تمام. هنلف التاني. معلش الفيديو مدته ربع ساعة، طويل شوية، بس علشان ده مش محتاج سرعة، انا مسرعة والله على فكرة. تمام. هدخله بقى التلاجة، وانا عاملاه من بالليل وتاني يوم بقى نسوي. بس يعني الفيديو محتاج كل تفصيلة علشان الحاجة تطلع معاكي مظبوطة. هنا بعد ما اتجمد بقى هسويه بقى تاني يوم. طلعته من الديب وحطيته في الصينية كده اللي هسوي فيها، وهنزل بقى عليه بمية مغلية او مية عادي من الحنفية. تمام. وهقفل عليه. هنقفل عليه كده بقى بالفويل، وهسويه على البوتاجاز من فوق، على العين من فوق. بياخد حوالي ساعة لساعة الا ربع على البوتاجاز، وبعد كده بقى بهدي نار متوسطة بقى كده لحد ما يستوي تماما، ولو احتاج مية بزود له مية علشان ما يتحرقش معايا. هنا بقى بعد ما خد مدة التسوية طلعته بقى كده، وهشيل الكيس من عليه. بسحب بقى كده الفويل بالاسترتش كده بالشكل ده وخلاص. هولع بقى الشواية فقط، مش الفرن، يعني الشواية بس اللي هتتولع وياخد بقى اللون. احطه على الظهر الاول وبعد كده اروح قلباه وعلى الوش، وياخد بقى الوش التحمير بقى بالشكل ده. تمام. زي ما انتوا شايفين بقى كده اللون ما شاء الله، شايفين اللون؟ بقلبه بقى كده كل شوية لحد ما ياخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده كده بالشكل ده. وهنا بقى بلمعه بالصوص اللي نازل منه كده، وبس كده. هناخده بقى نسيبه يبرد شوية عشان نعرف نقطعه. بنقطعه بقى طبعا بسكينة تكون مسنونة جدا.
تمام. حوالي بين كل واحدة والتانية القطعة بتسيبي سنتي، ما بين ده وده سنتي، سنتي ونقطع، سنتي ونقطع. رول ما شاء الله عامل حوالي 13 قطعة. احنا السكينة كانت هتعورني يعني، ما شاء الله مسنونة. تمام. وقطعته بقى كده بالشكل ده، قدمي بقى زي ما هو كده. شايفين هو لسه سخن طبعا، بيطلع دخان مع لون اخضر بقى كده يكسر اللون بتاعنا. شايفين الجمال بقى، شكل وطعم جميل جدا. ان شاء الله هتجربوه ويعجبكم. وربنا يحسن ما بين ايديكم. شايفين بقى القطعة بتكون بالشكل ده. كنتم مع لميا صيام، والسلام عليكم.